اسمع الإعلام الجزائري اش كاتب: سيتم تنظيم كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال وبلد آخر والمغرب. عمر بها فمك أتبون انت وداك اللي مصيفطك راه عارفينو حنا شكون هو. هذاك اللي كيحرشك، هذاك الفرنسي اللي كيحرشك، راه ما تسوق التويه والو، اصلا ما غيحميكش. اصلا فرنسا مابقاش عندنا معاها، فراسك واحد القضيه مابقاش عندنا معاها، بقى تابعه تمشي للهويه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، الاعلام ما خصوش يكون بحال هكا. كنتو درتوها في كاس العالم، انهزم المنتخب البرتغالي وخرج من الدور كذا كذا مع شبح اسمه المغرب. واش المغرب ولا عندكم شبح؟ هادشي راه ما خصوش يكون. راه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجاور مع يهودي وكان كيمشي كيزورو، وفي الاخر بلا ما نعاود لك القصه قال اطيع ابا القاسم ومات وهو مسلم. باش يعني مات هو مسلم لانه شاف كيما الرسول صلى الله عليه وسلم كيتعامل معاه، شاف المعامله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. بحسن المعامله وحسن الجوار اللي قدموا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ودخل الاسلام. انتم باقي ما سلمتوش وباغيش تسلموا. اللي مخليكم في المنطقه وكنتوا مستقرين هو المغرب ما سببش لكم مشاكل بحالكم. انتم ما بقيناش عارفين واش النظام الجزائري الذي يقوده تبون هو البوليزاريو ولا البوليزاريو هي النظام الجزائري. انا ما فهمتش، وليتوا بحال واحده، يعني كتشجعوا باش ديروا الفتنه للمغرب. وهذا الشيء راه حرام وعيب وعار. وانا كنهضر مع خوتي الاحرار، ما النظام الجزائري والاعلام الجزائري كله زيرو. وهذا الشيء راه ما خدامش وما خصش يكون. هذا الشيء راه ما خصش دير في الاجيال الجايه يعني حقد وكذا انهم يحقدوا على المغرب. غير المغرب راه جاركم، وشحال من مره يقدم لكم يد المساعده. يعني اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد. وراه هذا المشكله. نسال الله السلامه والعافيه وردوا بالكم. والمغرب وعمر بها عينيك وعمر بها ودنيك ونيفك، وحنايا نديروا علاقات مع من ما بغينا وما شغلكش فينا. وديها في سوق راسك وديها في بلادك وما تقدش على بلادك اصلا انت ماشي قد المسؤوليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.